في الحلقة دي هنتكلم عن شهادتين من أفضل الشهادات اللي موجودة في الوقت الحالي حتى بعد تخفيض الفايدة عليهم، لأن الشهادات دي بتديك عائد كل يوم، ولكن دي بقى تحتمل حاجات كتير. فتعالوا نقول لكم تفاصيل الشهادات ونقول لكم المميزات والعيوب اللي فيها ورأينا الشخصي كمان فيها. يلا بينا. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل ما نخش في موضوع الحلقه بنستاذن حضراتكم لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان اوصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه، لانها مهمه جدا زي ما حضرتك شايف. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول، وخلونا نقول ان الشهادتين اللي هنتكلم عليهم في الحلقه دي هي شهاده بنك مصر وشهاده في البنك العربي الافريقي. خلونا نقول كل تفاصيل الشهادات وبعدين نقول لكم المميزات اللي فيها، وبعد كده نقول لكم العيوب بتاعتها ورأينا الشخصي تعملهم خلال الفترة الجاية ولا لا. خلونا نبدأ بأول شهادة وهي شهادة بنك مصر. الشهادة اسمها شهادة يوماتي. الشهادة شهادة ثلاثية، المدة عليها 3 سنوات. العائد على الشهادة دي بعد التخفيض الأخير اللي حصل من البنك بعد ما البنك المركزي خفض 1%، فأصبح العائد على الشهادة دي 23.75%. طبيعة الشهادة دي متغيرة وبتجدد. متغيرة يعني بتتغير مع قرار البنك المركزي مباشرة ونتائج أعمال البنك. البنك المركزي زود بتزيد، خفض بتتخفض، ثبت بتفضل ثابتة. وبتجدد يعني بعد انتهاء مدة ال3 سنين هتجدد على مدة 3 سنين تانيين على نفس تفاصيل الشهادة، ولكن على حسب العائد اللي موجود ساعتها. الحد الأدنى لشراء الشهادة دي 1000 جنيه ومضاعفات ال1000 جنيه، والاقتراض على الشهادة ديت متاح من بنك مصر، وأيضا الاسترداد متاح عليها بعد مرور 6 شهور. وبنك مصر محدد عمولة الاسترداد على الشهادة دي، بيقولك لو استردتها من الشهر السابع لحد الشهر ال12 اللي هو خلال أول سنة هيتخصم من العائد اللي حضرتك أخدته 3%. لو استردتها خلال تاني سنة هيتخصم 2%. لو استردتها خلال تالت سنة هيتخصم 1%. فطبعا نسبة استرداد قليلة جدا وكويسة جدا. بالنسبة لتاني شهادة معانا في الحلقة دي ويعتبر نفس التفاصيل، وهي شهادة البنك العربي الافريقي، وهي اسمها شهادة الإيداع اليومية. الشهادة شهادة ثلاثية، المدة عليها 3 سنوات. العائد على الشهادة دي في الوقت الحالي حتى بعد تخفيض الفايدة عليها الأخير، البنك بيقول لك هو سعر الإيداع في البنك المركزي، سعر الكوريدور إيداع في البنك المركزي ناقص 0.4%. فهو دلوقتي 24% سعر الإيداع في البنك المركزي، هتنقص منه 0.4%، يبقى العائد عليها 23.75%، نفس العائد بالظبط بتاعت شهادة يوماتي في بنك مصر. ولكن الحد الأدنى لشراء الشهادة دي في البنك العربي الإفريقي هو 5000 جنيه ومضاعفات ال1000 جنيه. في بنك مصر كان 1000 جنيه ومضاعفات ال1000 جنيه، فطبعا اختلاف مش كبير. وأيضا طبيعة الشهادة ديت متغيرة وبتجدد، وأيضا الاقتراض متاح عليها من البنك العربي الإفريقي، وأيضا الاسترداد متاح عليها بعد مرور 6 شهور. وايضا البنك العربي الافريقي محدد نسبة الاسترداد عليها، بيقولك لو استردتها من الشهر السابع لحد الشهر ال12 خلال اول سنة هيتخصم من العائد اللي حضرتك اخدته 1.5%. خلال تاني سنة 1%. خلال تالت سنة 0.5%. فطبعا نسبة استرداد اقل من نسبة الاسترداد بتاعة بنك مصر. فالشهادتين الاتنين كويسين جدا ويعتبر مفيش اختلاف جوهري قوي ما بينهم. بتاعة بنك مصر وبتاعت البنك العربي الافريقي نفس الفايده 23.75%، والاثنين العائد عليهم يومي، بيحسب كل يوم وبيصرف كل يوم. لكن في بنك مصر الحد الادنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفات ال1000 جنيه، في العربي الافريقي 5000 ومضاعفات ال1000. نسبه الاسترداد في البنك العربي الافريقي اقل من بنك مصر. طيب اهم ما يميز الشهادات دي في الوقت الحالي ان العائد عليها مرتفع 23.75% حتى بعد التخفيض الاخير، فيعتبر اعلى من اي شهاده ثابته في الوقت الحالي. اغلب الشهادات الثابته متوسط العائد عليها 18.5% او 19% او اقصى حاجه 19.5%. ده اللي بتديك عائد مثلا شهري او ربع سنوي، انما اللي بتديك عائد سنوي فطبعا صعب جدا ان انت تاخد عائد في نهايه كل سنه. فدي بتديك العائد كل يوم كمان
وعائد 23.75%، فطبعا مميزة جدا. لكن مشكلة الشهادة دي ان هي متغيرة، وعملنا اكتر من حلقة وقلنا ابعدوا عن الشهادات المتغيرة، لان متوقع خلال الفترة الجاية يحصل تخفيضات كتير من البنك المركزي، وبالتالي كل لما يحصل تخفيض من البنك المركزي هيتم تخفيض الفايدة مباشرة على الشهادات دي. زي ما شايفين كانت بادئة ب 27% واتخفضت 2.4%، وبعد كده اتخفضت 1%، فمتوقع ان هو ممكن يتم تخفيض الفايدة عليها اكتر واكتر خلال الايام الجاية. فهي مشكلتها ان هي متغيرة. فاحنا وجهة نظرنا الشخصية ان انت لو حضرتك حابب الشهادات دي ومش فارق معاك العائد بقى يتغير كل شوية او يقل او لأ، ممكن تروح للشهادات دي لان الفايدة عليها عالية زي ما احنا قلنا. لكن لو سألتنا عن رأيي الشخصي انا، لو انت بتحب العائد اليومي ممكن تروح لحسابات التوفير اللي بتدي عائد يومي. طب ليه يا عم؟ ما حسابات التوفير هتبقى اقل، هتلاقيها مثلا دلوقتي 19.5% و18.5%، لان حسابات التوفير لو الفايدة مثلا تاني يوم البنك خفضها وفقا لقرار البنك المركزي او غير قرار البنك المركزي، والفايدة مش عاجباك، تاني يوم هتسحب فلوسك بدون اي خسارة وتروح لاي استثمار انت عاوزه. بعد كده هتروح لاي شهادة، تخرج من البنوك خالص، تعمل اي حاجة انت عاوزها بكامل الاريحية ومن غير اي خسارة ومن غير اي مضايقة. لكن مشكلة الشهادات ان انت حضرتك اول حاجة لو عملتها قبل مرور 6 شهور مش هتقدر تستردها. بعد مرور ال6 شهور لو جيت تستردها، لو الفايدة ما بقتش كويسة هتخسر جزء من العائد اللي انت اخدته. اي نعم، قلنا ان عمولة الاسترداد على الشهادات المتغيرة مش عالية، ودي ميزة فيها برضو عن الشهادات الثابتة، لان الشهادات الثابتة الاسترداد عليها بيبقى 72% و75%، فبيبقى عالي جدا. الشهادات المتغيرة عكس كده. لكن برضو لما تيجي تستردها فانت برضو هتخسر جزء زي ما قلنا 3%، 2%، 1%، فانت برضو خسران جزء من العائد اللي انت اخدته. وبالتالي الاسترداد مش سهل، وان انت تاخد فلوسك مش سهل في الشهادة زي حسابات التوفير. فطبعا انا وضحت لك النقط كلها، المميزات والعيوب. وانت شوف خلال الفترة الجاية لو انت بتحب العائد اليومي، ادى عندك الشهادات اللي بتدي عائد يومي وعائد كويس، وعندك حسابات التوفير اللي قلنا عليها وعاملين برضو بيها حلقات على القناة، تقدر ترجع لها وتشوفها، وتشوف حسابات التوفير ايضا اللي بتدي عائد يومي وفي اللي بتدي عائد شهري. طبعا هستنى رأي حضراتكم في التعليقات، رأيكم ايه في الشهادات المتغيرة في الوقت الحالي، وخصوصا الشهادات اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة ديت بعائد يومي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. اتمنى طبعا يكون الحلقة اللي تعجب حضراتكم واستفدتم منها استفادة بسيطة. ما تنسوش طبعا تنزلوا اشتركوا في القناة، ما تنسوش اللايك على الحلقة، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديدة. شكرا.